قلنا أن المنهج الأخباري في الخطوة الثالثة بعد أن أسس في الخطوة الأولى وبعد أن وسع من دائرة المصادر الحديثية في الخطوة الثانية، جاء في الخطوة الثالثة لإعطاء رؤيته وقراءته لمنظومة المعارف ماذا؟ الدينية. يعني ماذا؟ يعني قال ماذا نعتقد في الأصول العقائدية، قال ماذا نعتقد في الأمور الأخلاقية، قال ماذا نعتقد في الأمور التاريخية، قال ماذا نعتقد في كيفية التعامل مع الآخر. أي آخر؟ سواء كان ذاك الآخر آخر من داخل المذهب، حتى الذي داخل المذهب، فضلا عن الآخر الذي خارج المذهب ولكنه ماذا؟ مسلم، أو كان خارج المذهب والإسلام اللي بعد بمختلف أديانهم ومللهم ونحلهم. الآخر وضع ضوابط، قال كل من لم يعتقد بما نحن نعتقد فهو ماذا؟ شنو هو؟ إما كافرون، إما ضالون، إما خارج عن المذهب، إما مقصرون، إما هذه العناوين كلها رتبها حتى لو كان موافقا معه أين؟ في المذهب. وهذه قضية جد أعزائي خطيرة. لماذا؟ لأنه هو يفترض نفسه هو منه، هو عالم من علماء المذهب، له هو الإمام الصادق، هو يعترف إمام الصادق، فلهذا من خالفه شي يصير مولانا؟ يكون ضالا وكافرا وملحدا وخارجا عن المذهب ونجسا. أمامكم الآن صاحب الحدائق ماذا قال؟ ماذا قال في كل المسلمين غير الشيعة؟ قال بنجاستهم، قال بنجاستهم جميعا، كل مسلم فهو نجس. خلاص